السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي كويزين لبنى. وصفة اليوم هي عبارة عن ياغورت بالشوكولات للأطفال. نبقاو مع الطريقة والمقادير في الفيديو التالي. قبل ما ندوزو للمقادير نبغي نقول لكم ان هذا الفيديو هو فيديو مشترك بين قناة كويزين لبنى وقناة عالمك سيدتي لصاحبته أشرف. قناة متميزة تجمع ما بين الطبخ والأفكار المنزلية، يعني غادي توجدوا فيها مجموعة من الأفكار سواء الخاصة بالمنزل أو بالطبخ. ما شاء الله عليها، يعني الأخت أشرف غادي تلقاو طبخ عالمي، طبخ مغربي، أفكار منزلية. كنتمنى أنكم تزوروا القناة ديالها وتدعموها بلايك، وبالنسبة للأخوات اللي مازال ما مشتركينش في القناة ديالها يشتركوا بها. غادي تقدم لنا الأخت أشرف وصفة عبارة عن مرتديلا أو كاشير بالدجاج. هذه هي صور مرتديلا الدجاج التي ستقدمها لنا الأخت أشرف. تبدو رائعة. للتعرف عليها ما عليكم إلا زيارة رابط القناة أسفل الفيديو، ستجدونها في صندوق الوصف. لهاد ياغورت بنكهة الشوكولات غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الماء كبار، ماء يعني بارد، 5 ديال المعالق كبار ديال الحليب بودرة، 6 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، 3 المعالق كبار ديال النشا، 2 معالق كبار ديال الكاكاو يعني الشوكولات المر ماشي الحلو. وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الشوكولات. هذا تيبقى اختياري، من الاحسن الا كنا غادي نضيفو الشوكولات نختاروا واحد الماركه اللي تكون مزيانه. شوكولا غيش كتكون فيه واحد اللذه زوينه، يعني سواء الحلويات او الدسير او الياغورت تعطي واحد النكهه مزيانه. اذا من الاحسن الا كنا غادي نضيفو الشوكولات نضيفو واحد الشوكولات اللي تعطينا، يعني غادي يزيدنا لذه على الياغورت اللي عندنا. هذه هي المكونات اللي عندنا. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي نديرو فيها هاد المكونات اللي عندنا كاملين. وهذا غادي نخليوه حتى تبدا تسخن هاد المكونات، عاد نضيفو الشوكولات. هاد المكونات هذه اللي عندي كيف ما كتشوفوا غادي نديرو هاد الكاسرونه على نار مهيله وحنا كنحركو حتى يعني كيبان لينا هاد الخليط هذا اندمج وبدا كيعقد. عاد غادي نضيفو ديك الساعه هاد الشوكولات اللي عندنا ونديروه في كؤوس التقديم. يعني وصفه ما تحتاجش منا بزاف ديال الوقت، وفي المذاق كتجي زوينه بزاف. الخليط من بعد ما درته فوق البوطه تيكون على هذا الشكل هذا، ها هو واجد عندنا. ما نتوقفوش على التحريك نهائيا وحنا دايرين الكسرونه يعني فوق العافيه. غادي نخويوه في كويسات اولا في زليفات ونديروه في الثلاجه يبرد ونقدمه لكم بالصحه والراحه. وصفتنا ها هي جاهزه. كيف ما تشوفوا زينتها، يعني التزيين تيبقى حسب الاختيار. درت ليها حبيبات ديال الشوكولات. ما ترددوش انكم تجربوها مع وليداتكم ويجربوها هما بنفسهم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال رضاكم وتجربوها. الى عجبتكم الوصفه عملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله والى وصفه قادمه بحول الله.